السلام عليكم حبايبي سنة 5. بص معايا كده، عندي جايبالك كام سؤال مهمين جدا وبيجوا في كل امتحان. طيب أول حاجة أنا عايزة أضرب عدد صحيح في عدد كسري. عندي كام طريقة؟ طريقتين، يا إما طريقة التوزيع يا إما الكسور غير فعلية. يلا نشوف كده التوزيع. التوزيع أنا بسيب العدد الصحيح زي ما هو اهو، 3 زي ما هي يعني. سبت التلاتة زي ما هي يعني. هضربه في ايه؟ مش أنا واحد وسدس، السدس ده أو واحد وسدس ده أنا هفككه لمين زائد مين؟ لواحد زائد سدس. طيب وبعدين يا مس هضرب التلاتة توزيع في واحد، وبعد كده التلاتة في مين؟ في سدس. يبقى أنا هضرب التلاتة في واحد والتلاتة في سدس. تلاتة في واحد زائد تلاتة في سدس. يلا بينا، 3 في 1 ب3. 3 في سدس اللي ملوش مقام يمس مقامه 1. اقدر اختصر ع3 فيها ال1 ع3 فيها ال2. هنا 1 1 ب1، هنا 2 في 1 ب2. او يمس 3 بضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 3 في 1 ب3، 1 في 6 ب6. 3 على 6 ال2 على ال2 فيها كام؟ فيها النص. طيب 3 زائد نص تبقى 3.5. طيب تعال كده نستخدم كسور غير فعلية. يعني ايه كسور غير فعلية؟ هسيب العدد الكسري زي ما هو اهو، قصدي العدد الصحيح، وبعدين هعمل ايه؟ همسك العدد الكسري اخليه كسر غير فعلي. ازاي؟ بضرب ايده في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه. اولا المقام زي ما هو ما بيتغيرش. بضرب 1 في 6 ب6 واجمع عليه راسه، 6 و1 7. تمام. طيب يا مس اللي ملوش مقام 1، او اقدر اختصر. هنا في 6 وهنا في 3، بختصر اي بسط مع اي مقام. ع3 فيها الواحد ع3 فيها ال2. هنا 1 في 7 7 يا مس. هنا 1 في 2 ب2. 7 على ال2 ينفع اسيبها وامشي؟ البسط اكبر من المقام ما ينفعش يا مس. طيب هخلي ال7 دي يا مس 6 زائد 1. ليه 6؟ علشان ال6 تنفع على ال2. طب يا مس 6 على ال2 فيها التلاتة، باقي معايا مين؟ 1. هو 1 بس؟ لا، 1 على كام؟ على ال2. دي هي دي. طيب بصي معايا على السؤال اللي بعده. انا بقى هنا عايزه اضرب كسر في عدد كسر. نفس الفكرة، هسيب العدد الكسري زي ما هو اهو، 2 على 3 في وافتح قوس. انا همسك العدد الكسري اجزأه لكام زائد كام؟ ل1 زائد 4 على 5. وبعدين هضرب ده توزيع، مرة في الواحد ومرة في التلاتة على الأربعة. يلا بينا، 2 على التلاتة في واحد اهي، 2 على التلاتة في 1 زائد 2 على التلاتة في كام؟ في 4 على 5. يلا 2 على التلاتة في 1 زي ما هي 2 على التلاتة، زائد 2 على التلاتة في 4 على 5. بضرب يا مس بسط في بسط ومقام في مقام. طيب 2 في 4، 2 في 4 8. 3 في 5 ب15. طب ليه ما اختصرتش الأول؟ علشان مفيش حاجة أقدر أختصر بس مع مقام، مفيش. طيب يبقى قلنا 2 في 4 8، 3 في 5 ب15. اتحول معايا للجمع كسور غير متحدة المقام. عامل ايه؟ اوحد المقام. هنا عندي مين؟ 3، وعندي هنا مين؟ 15. اوحد على كام؟ على 15. طيب هضرب هنا في كام؟ في 5، واضرب هنا في 5 عشان اوصلها 15. طيب 2 في 5 10، 3 في 5 15. زائد دي حد غيرها؟ لا يا مس زي ما هي. طيب مش عندك المقام 15؟ المقام 15 سيب المقام زي ما ايه؟ زي ما هو. طب فوق في كام؟ 10 زائد 10 زائد 8 18. ينفع اسيبها كده؟ لا يا مس، ال18 دي. طيب يا مس ال18 دي انا هخليها 15. طيب يبقى 15 زائد كام؟ زائد 3 على كام؟ على 15. ليه خليت ال18 15 زائد 3؟ عشان 15 على 15 فيها الواحد، باقي معايا مين؟ 3 بس؟ لا، 3 على 15. يا مس خلصت؟ لا ركز، سيب الواحد زي ما هو. مش دي 3 ودي 15؟ على 3 فيها الواحد، على 3 فيها الكام؟ 5. طبعا مسألة طويلة، ودايما خاصية التوزيع بتبقى طويلة شوية. طيب تعال على السهل، كسور غير فعلية سهلة. هسيب الكسر اللي عندي الأولين ده زي ما هو اهو، هحول ده لكسر غير فعلي. ازاي؟ ايده في رجله زائد راسه. 1 في 5 5، 5 و4 9 يا مس. تحت كام؟ المقام ما بيتغيرش زي ما هو. ينفع اختصر حاجة مع حاجة؟ عندك هنا 3 و9
على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها التلاتة. خلصت. اعمل ايه؟ بسط في بسط ومقام في مقام. 2 في 3 6. 5 في 1 ب5. 6 على 5 يا مس هخلي ال6 دي 5 زائد 1 واسيب المقام تحت عندي 5. 5 على 5 فيها الواحد، اتبقى عندي مين؟ واحد بس. لا ده 1 على 5 يا مس. طيب شفت الفرق بين طريقة التوزيع وطريقة الكسور غير فعلية؟ ماشي يلا بينا كده. هنا بقى مسألة بيقول لي أنا عايزة أضرب ده في ده. لو خدت بالك ده كسر غير فعلي، قصدي كسر عدد كسري في عدد كسري. أنا عندي طريقتين، يا إما أضرب بكسور غير فعلية يا إما التوزيع، ودايما بحب كسور غير فعلية، ولكن ساعات الراجل في الامتحان بيزنونا ويقول لك حل بالتوزيع. طيب بالتوزيع أنا هاخد ده هقسمه كام زائد كام؟ 2 زائد كام؟ 2 على 7. 2 زائد 2 على 7 في. طب ده عبارة عن 1 زائد 3 على 4. وبعدين يا مس ركز معايا جدا، الاتنين دي هاخدها معايا مرة في الواحد ومرة في التلاتة على 4، وبعدين اخد مرة الاتنين على 7 في الواحد ومرة الاتنين على 7 في التلاتة على 4. يلا بينا. احنا قلنا كام؟ 2 في 1 زائد كام؟ 2 يا مس في 3 على 4. الاتنين خلصت. كمل اللي بعدها. طيب هناخد الاتنين على 7 مرة في مين؟ مرة في الواحد، والتانية في مين؟ اهي 2 على 7 في مين؟ في 3 على 4. محتاجين نطلع الناتج بتاع كل واحدة. طيب نبدأ كده. 2 في 1 ب2 زائد 2 في 3 على 4. اقدر اختصر على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، يبقى الباقي عندي كام؟ 3 على الاتنين. زائد هنا 2 على 7 في 1 زي ما هي 2 على 7، زائد هنا 2 على 7 في 3 على 4 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين. 1 في 3 ب3. 2 في 7 2 في 7 14. طيب هنا عدد صحيح احسبه زي ما هو. يلا نجمع كل دول يا مس. إنها كسور غير متحدة المقام، لازم أوحد المقام يا سنة 5. طيب السؤال بقى هنا أوحد المقام على كام؟ على 14. ليه؟ عشان عندي هنا 2 وعندي 7 وعندي 14، كلهم اقدر اخليهم 14. طيب يبقى انا هخلي دي 14، هخلي دي 14، دي زي ما هي اصلا 14. طيب دي اتغيرت؟ لا سيبها زي ما هي. تعال على هنا. الاتنين بقت 14 انضربت في كام؟ في 7. اضرب فوق في 7. 3 في 7 ب21 يا مس. طيب السبعة بقت 14 انضربت في كام؟ في 2. اضرب فوق في 2. 2 في 2 ب4. بس كده سهلة اهي. بقت عندي كلهم مقامهم 14. طيب البسط فيه كام بقى؟ 21 زائد 4. 21 و4 كام؟ والله يا مس 21 و4 25. 25 و3 28 يا مس. طيب وبعدين سيب الاتنين زي ما هي. اختصر دي على الاتنين فيها الكام؟ 8 على الاتنين فيها الأربعة. 2 على الاتنين فيها الواحد. على الاتنين فيها الكام؟ فيها السبعة. طب يا مس هي مش 14 على السبعة فيها الاتنين؟ أقول لك صح. طيب 2 و2 4. طويلة. طب تعالي الناحية التانية نشوف بقى السهولة اللي هنا. الكسور غير فعلية. طيب عايزة احول ده لكسر غير فعلي، ايده في رجله زائد راسه. يلا بينا. 2 في 7 14، وعندي كمان 2 فوق 14 و2 16، وتحت السبعة زي ما هي في. يلا ايده في رجله زائد راسه. سيب الأربعة زي ما هي. 1 في 4 ب4، وسبعة فوق قصدي و3 7. طيب ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان في هنا 7 تروح مع السبعة يا مس. وملاحظ كمان ان انا هنا 14 وهنا 4 وهنا 16. طيب على الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها الكام؟ 4. هنا 4 هنا 1 1 1، يعني ناتج كله بكام؟ ب4. شفت السهولة؟ طبعا بنحب دايما أو بنفضل نستخدم الكسور غير فعلية، ولكن ساعات الراجل في الامتحان يقولي استخدم خاصية التوزيع.